الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أهلا بكم متابعين الكرام متابعين قناة لمسة. النهاردة هنعمل مع بعضنا طبق خفيف، طبق سهل، طبق لذيذ إن شاء الله، أتمنى ينال إعجابكم. النهاردة هنسوي البيف فيليه بطريقة إن شاء الله تكون حلوة، إن شاء الله تكون فيها طعم، إن شاء الله تعجبكم. طريقة تسوية البيف فيليه، طبعًا البيف فيليه هي أطرى حتة لحمة من أطرى يعني الحتت الطرية في الحيوان، تمام. هنجيب الطاسة بتاعتنا زي ما حضراتكم شايفين فيها مادة دهنية، وهنحط هنا بقى الحاجة اللي هتدينا طعم وهتدينا تيست، وإن شاء الله لما نيجي برضه ناكلها هتبقى إيه، طعمها جميل. هنجيب توم سليم زي ما هو ونحطه في الطاسة قبل البيف فيليه، ماشي، لإنه إيه، هياخد سِوَى شوية، فالbeef فيليه مش هيقعد كتير في السِوَى. طبعًا الbeef فيليه ده إحنا عاملينه في المكنة أو مكنة بتبططه شوية، تمام، علشان كده شايفينه حضراتكم تحسّوا إن في إيه، شقوق كده. بعد ما حطينا التوم الأول ونقلّبه كده تقليبتين، بنحط الbeef فيليه، ماشي، ومعانا بقى أعشاب بنحطها، عندنا روزماري، عندنا تhyme، عندنا زعتر، أي أعشاب بنحطها بتفرق معانا. تمام، ونحط إيه، طبعًا إحنا في الأول حطينا زيت، بنحط بعد كده حتة زبدة، تمام، دي بقى اللي هتخلّي الطعم معانا حاجة تانية، هتخلّي الطعم حاجة مختلفة، هي دي السر يعني، أو هي دي الحاجة الجميلة اللي هتخلّي الطبق بتاعنا جميل، تمام. طبعًا هو ما بيستحملش الbeef فيليه، ما بياخدش سِوَى كتير على النار، ماشي، يعني بنقلبه قلبناه تمام، وبقى طبعًا معانا إيه، زي ما حضراتكم إيه، شايفين كده، وما بندّيهوش سِوَى كتير، بحيث إن حتة اللحمة بتطلع طرية، ماشي. من 4 دقايق ل5 دقايق كده أو 7 دقايق، تمام، على حسب قوة النار اللي عندنا، تمام. في نفس الطاسة بعد ما طلّعنا الbeef فيليه بنخلّي التوم برضه زي ما هو والأعشاب، ولو عندنا بطاطس مسلوقة بنجيبها مثلًا، بنعملها وبنحطها إيه، آآ جنب الطبق بتاعنا، تمام، وتمام، وبعد كده إيه، شوية التوم بتاعنا، التوم ده بقى لمّا تيجي ناكله كده مشوي بيبقى طعمه جميل جدًا. وطبعًا الصوص اللي حطيناه طبعًا أنا عملته في فيديو سابق، اللي هو الجو، تمام، أو عصارة اللحمة، تمام، بعد ما بنطلّع مثلًا اللحمة وبنشوي بنستخدم بقى، بنعمل الجو تاني في الطاسة، تمام. أنا عملته في فيديو سابق، أتمنى تشوفوه، بحيث إنكم تتعلموا إزاي تعملوا الصوص البديل للديمجلاس، ماشي. أتمنى ينال إعجابكم وأشكركم شكرًا جزيلًا.